رانيا يوسف فرس بيجري وعايزة تبقى ترند على حسابي أنا ونادية الجندي، ومن ساعة ما انفصلنا مش سايباني في حالي وبتقول عني وحش وبتحاول تضايق نادية الجندي. ايه اللي حصل بين المنتج محمد مختار ورانيا يوسف وايه اللي دخل نادية الجندي في الموضوع؟ من فترة طويلة بدأت خلافات كبيرة بين نجمة الجماهير نادية الجندي والفنانة رانيا يوسف، وكان كلمة السر في الخلاف ده المنتج محمد مختار اللي كان متجوز نادية الجندي لفترة وتعاون معاها فنيا وأنتج لها أفلام كتير، لكن فجأة يقرر مختار ينفصل عن نادية ويتجوز الفنانة رانيا يوسف ويجيب منها بنتين، لكن بعد فترة بينفصلوا عن بعض ويرجع محمد مختار ونادية الجندي يكونوا صحاب من تاني، وده اللي خلى رانيا صرحت في برامج تلفزيونية كتير ليها إن نادية الجندي ما بتحبهاش وإنها كانت سبب من أسباب الخلافات اللي ما بينها وما بين محمد مختار، وإنها يعني كانت بتغير منها وبدأ كيد النساء بينهم. لكن الغريبة بقى إن المنتج محمد مختار كان دايما بيفضل السكوت عن الخلافات اللي بتدور بين نادية ورانيا، وما كانش بيرد على أي تصريحات تطلع منهم هما الاتنين، لكن المرة دي ظهر في برنامج حبر سري وخد صف الفنانة نادية الجندي وهاجم رانيا يوسف وقال عليها إنها بتحاول تشوه صورته هو ونادية وبتحاول تبقى ترند على حسابهم، وإنه حب رانيا ونادية جدا، لكن الفرق ما بينهم إن نادية الجندي ساعدته ووقفت جنبه لحد ما بقى منتج كبير، لكن رانيا طول الوقت بتحاول تطلعه وحش من ساعة ما انفصل عنها. وقال محمد مختار في تصريحاته من 5 سنين بس رانيا كانت بتطلع تقول محمد مختار مفيش زيه في مصر وكانت بتشكر فيا جدا، لكن دلوقتي اتحولت لواحدة معرفهاش ومعرفش ايه السبب في ده، وانا ما بحبش ارد على رانيا يوسف، انا جيت الحلقة عشان ابرئ ذمة نادية الجندي من التصريحات اللي بتقولها عنها رانيا يوسف، خاصة ان نادية اتظلمت بسببي وهي طيبة جدا وما تستاهلش اللي حصل فيها، وهي اللي دعمتني ووقفت جنبي وساندتني في اول فيلم وكانت الحصان الرابح بالنسبة لي. اما بقى رانيا لما اتعرفت عليها ما كانتش معروفة في السوق ولا حد يسمع عنها اصلا، واتعرفت بعد ما اتجوزتها ومرضتش انتج ليها عشان هي عامله زي الفرس اللي بيجري، كان صعب احطها في مقارنه كنت هظلمها، ومشكلتها انها عايزه ترند وبتدور عليه على حسابي انا ونادية الجندي. كمان المنتج محمد مختار اكد في تصريحاته ان علاقه الصداقه ما بينه وما بين نادية الجندي لسه مستمره ولسه على علاقه طيبه بيها، وانه طلع يرد عشان يرد اعتبار نادية الجندي لانها اتظلمت، لكن رانيا هي اللي بتحاول تشوه صورتهم قدام الجمهور عشان بس تبقى ترند زي ما قال. فيا ترى الخلافات ما بين المنتج محمد مختار ورانيا يوسف ممكن تنتهي في يوم من الايام ويبقوا سمنة على عسل زي هو ونادية الجندي، ولا الخلافات ما بينهم هتستمر؟